في 7:30 من صباح كل يوم يستيقظ جابر موسى ابن قرية سنجل الواقعة شمال مدينة رام الله مستعدا لاستقبال نهار جديد سيقضيه في العمل حتى وقت متأخر من الليل. ورغم مشكلة النطق التي تصعب من تواصله مع الناس منذ طفولته وإصابته التي سببتها له قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2004 مدمرة أجزاء حيوية من جسده، يواصل جبر سعيه في الحياة لكسب رزقه من عرق جبينه. نزلت عفكساتنا هلقت فكوس نبيع على الشارع. اجوا جيش غاد على جنب الشارع ضربوني 3 رصاصات دمدم. اجت واحدة هون، اجت الثانية هون، اجت الثالثة هون، تفجرن كلهن جوا. اجوا يتحملوني في جب الجيش، اخذوني على هذا المستشفى وغيبت على الطريق. استفقت بعد 40 يوم. بيع المشروبات الساخنة على عربة متنقلة في الشارع كان العمل الذي يجني منه رزقه، ومنذ شهر بدأ العمل في مقهى شعبي في قريته سنجل يقوم فيه بإعداد طلبات الزبائن والاهتمام باحتياجات المقهى من 8:00 صباحا وحتى 1 ليلا، مقابل 1000 شيكل شهريا تساعده وعائلته التي يسكن معها بتلبية أبسط أمور الحياة. الو، صباح الخير علينا. 2 سادة ماشي ان شاء الله. ماشي يعني. والله انا باجي الساعة 8 ونص، وباجي هون على القهوة. بملي سخان المية. الزباين عادة بيجي مثلا على 8 ونص على 9 عندي. مطبخ صغير قليل الإضاءة والتهوية هو المكان الذي يعد فيه جبر الطلبات للزبائن، وخاصة مشروبهم المفضل القهوة، والتي تشبه بمذاقها المر مرحلة من حياته خاضها في الفراش ل2 محاولا المشي من جديد واستعادة صحة هو بأمس الحاجة إليها، وخاصة عندما يتحدث عن الرياضة التي يعشقها ويمارسها كثيرا، كرة القدم. صباح الخير. معاملة أهل البلد له طبعا معاملة كلها احترام وثقة، لأنه الشاب رغم إصابته ورغم حالته الصحية لكن بحب يعتمد على نفسه، بحب أنه يكسب تعبه. سببت الإصابة لجبر عدة مشاكل صحية. اجتني هون في ظهري، تفجرت عندي هون في المثانة وفي الحالب وفي المعدة، وصار يطلعوني على عمان، حطوا لي هون شبكة ومصارين بلاستيك، رتبوا لي هون فتحة الشرج اللي يصير اخرج منها في هذا الكيس هذا. طلعت بقول لك على عمان، قالوا لي لازم ودوك على بلاد برا بخصوص خلفة وما خلفة وجيزة. حكاية جبر تشبه قصص العديد من الشباب الذين واجهتهم تحديات في الحياة، لكن المختلف في حكايته أنه تحدى الواقع بعد سنين العلاج الصعبة وفقدانه لأجزاء مهمة من جسده ليولد من جديد ويغني للحياة دون خوف من المستقبل. الميجنة ويا ميجنة الجينا الدار تنغني عتابة، أو لقينا الدار بتنادي بعتابة. والله يا هلا وسهلا في أبو مجدي واللي داس على عتابة، يا هلا ومرحب بالناس الطياب.